الحلقة دي طلبت مني في الكومنتات، وهي ببساطة عبارة عن إزاي الناس اللي عندها ذكاء اجتماعي بس بتستخدمه بطريقة ممكن تكون مش كويسة بتستخدمه ضدكم، مثلا عشان تعلقكم بيهم أو عشان ياخدوا منكم حاجة هم عايزينها، أو ببساطة عشان يبقوا مسيطرين عليكم. هقول لكم التكنيكس دي اسمها ايه وعبارة عن ايه بالظبط وازاي تقدروا ان انتوا تتعاملوا معاها. اول حاجة الناس دي بتعملها حاجة اسمها لاف بومينج، وهي ببساطة ان هم يبدأوا يدوكوا اهتمام مش عادي، هدايا بقى وخروجات ومكالمات ووقتهم، ومدين لكم كل الاتنشن اللي انتوا بتبقوا مستنيينه. والموضوع ده ببساطة يعلقكوا بيهم جدا، لان انتوا بتحسوا بقى اللي هو يا اخيرا جه الشخص اللي فاهمني او اللي معوضني بقى عن كل حاجة حصلت لي، كل تجاربي اللي مش كويسة والكلام ده كله. وبعد شوية تبصوا تلاقوهم ان هما بطلوا يعملوا اللي هما كانوا بيعملوه قبل كده، اللي هو بقى كل الاهتمام وكل الوقت اللي هما بيدوهولكوا والخروجات وكده. مش شرط يبقوا بطلوه خالص، بس ممكن يبقوا قللوه شوية، لأنه مفيش حد ببساطة هيقدر إن هو يديكوا يعني يقدر مستمر على اللاف بومينج لمدة طويلة. فده ببساطة فجأة كده بيبدأ إن هو ينعكس عليكم بإن انتوا تحسوا إن انتوا قصرتوا مع الشخص ده، وإن انتوا عملتوا حاجة خليتوا إنه الشخص ده يتغير معاكم. تبدأوا بقى إن انتوا تشكوا في نفسكم، وتبدأوا إن انتوا اللي تدوا الشخص ده اهتمام أكتر وتجروا وراه أكتر وتعتذروا عن حاجات انتوا ما عملتوهاش وكل الكلام ده. واللاف بومينج من الاخر بيخليكم ان انتوا تبقوا مدمنين الشخص ده، او عجبكم الطريقة اللي كانت في الأول فعايزينها تفضل موجودة على طول. فالحل مع اللاف بومينج إن انتوا لما تلاقوا حد فجأة بيديلكوا كل الاهتمام ده مرة واحدة، لازم ان انتوا يبقى عندكم وعي وما تنخدعوش وتتبسطوا باللي بيحصل وتكملوا في الطريق ده، لانه اخرته هتنعكس عليكم انتوا مش على الشخص ده، بالعكس هو هيطلع كسبان. فلازم لما حد يجي يعمل معاكم كده من البداية تاخدوا وقفة وتسألوا نفسكم هو الشخص ده بيعمل معايا كده ليه، او الشخص ده عايز مني ايه. ولازم ان انتوا كده تعقلوا الموقف وتشوفوا هل الموضوع منطقي ولا في أفورة كده من الأول. تاني بقى تكنيك الناس دي بتستخدمه بيتسمى بالجاز لايتنج. والجاز لايتنج ده ممكن تبقوا سمعتوه قبل كده وممكن لا، بس ساعات كتير بيتفهم غلط. الجاز لايتنج مش مجرد ان حد بيكذب عليكم، هو عبارة عن ان الشخص بيبدأ يشكككوا في الواقع او بيشكككوا في اللي حصل، بان انتوا نفسكم تحسوا انه اللي انتوا شفتوه او اللي حصل ده اصلا مش حقيقي، وان المشكله فيكم انتوا وفهمكم انتوا، مع ان اللي حصل كان حقيقي وانتوا شفتوه. هو كل ده بقى بيتسمى بالجاز لايتنج، ان حد يجي يضحك عليكم ويقول لكم ان اللي حصل ده ما حصلش وان انتوا اللي فاهمين غلط. هتسمعوا حاجات من الشخص التاني زي مثلا لا انت فاهم غلط خالص، او لا ده ما حصلش، او لا انت اللي حساس بزياده، ده انا كنت بهزر. جمل شبه كده. والجمل دي على قد ما بتبان صغيرة، لكن الجمل دي على المدى الطويل بتبدأ تأثر على ثقتكم بنفسكم، وبتبدأ تخلي ان انتوا عندكم اصلا شك في تفسيركم للواقع، ان انتوا يا اما حساسين بزيادة يا اما لا انتوا اللي فاهمين غلط، انتوا اللي عندكم مشكلة. وفي الوقت ده بقى انتوا بتبدأوا ان انتوا شخصيتكم تتغير من الشخص اللي انتوا عليه للشخص اللي الحد بيبدأ ان هو يتلاعب بيه ده عايزه. يعني ببساطة انتوا بتبدأوا ان انتوا تبطلوا تصدقوا نفسكم وبتصدقوه هو، لان انتوا بتشككوا في نفسكم لدرجة ان انتوا ما بقاش عندكم ثقة في نفسكم ولا في تفسيركم للمواقف. وعموما انصحكم ان انتوا تبعدوا عن اي حد بيستخدم معاكم تكنيك الجاز لايتنج ده، لانه ده مش مجرد ان هو بيخليه ياخد منكم اللي انتوا عايزينه، بس ده بيأثر على نفسيتكم انتوا نفسكم وعلى ثقتكم في نفسكم حتى مع الناس التانية. بتبدأوا ان انتوا تشكوا دايما في قراراتكم وفي فهمكم وفي كل حاجة، فده حد اصلا مش المفروض ان انتوا تبقوا حواليه لوقت طويل. فلو قابلتوا حد زي ده انصحكم تهربوا على طول، ما تحاولوش تعملوا اي حاجة. وتالت تكنيك بقى الناس دي بتستخدمه وهو اسلوب قلب الترابيزة. ولو حد ما يعرفش قلب الترابيزة، هي ببساطة انه لما حد يغلط في حقك وبعد كده تروح تواجهه او تفتحه في الموضوع، ممكن حتى علشان بس تتصالحوا، يبدأ إن هو يقلب الأدوار، وهي دي قلب الترابيزة، ويبدأ بطريقة ما يعني يفهمكم إن انتوا اللي غلطانين، إن انتوا اللي غلطانين في حقه، مش فاهمين غلط، لأ إن انتوا اللي غلطانين في حقه. فبدل ما انتوا بتروحوا للشخص ده علشان تتصالحوا ويعني ويعتذر لكم
وكده وتعدوا الموضوع، بتلاقوا ان انتوا اللي غلطانين، انتوا اللي طلعتوا من الحوار ده، انتوا اللي غلطانين وانتوا اللي المفروض اصلا تعتذروا له. وخلوا بالكم الموضوع ده ليه اسم علمي، يعني هو مثبت علميا واسمه دارفو، وده ببساطة اختصار ل deny, attack, reverse victim and offender، يعني انكار، هجوم، وبعدين اعكس الضحية والجاني. فكده بقى الشخص اللي غلطان هو اللي ضحية، والشخص الضحية هو اللي غلطان. رابع تكنيك بقى، وهو أنا قلته لكم كنصيحة أخيرة في فيديو الذكاء الاجتماعي، وهو الصمت، إن الواحد ما يقولش حاجة خالص كوسيلة لعقاب الشخص اللي غلط في حقكم. إن انتوا ببساطة خلاص مش بتقولوا حاجة وبتبعدوا عن الشخص ده. بس زي ما انتوا ممكن تستخدموه سلاح للناس اللي بتتلاعب بيكم، ممكن الناس برضو تستخدمه كسلاح ضدكم، بس بطريقة توكسيك. يعني حتى لو انتوا ما ضرتهمش في حاجة، ممكن ان هم يبقوا يستخدموه كطريقة ان هم يتحكموا فيكم، وهقول لكم دلوقتي ازاي بالظبط. ببساطة انه الناس البشر يعني كائنات اجتماعية، فلما حد قريب منكم او حد بتحبوه فجأة كده بيبعد عنكم، ده بينشط عند الشخص التاني جزء في المخ اللي مسؤول عن الألم الجسدي. فببساطة لما حد بيعمل فيكم كده، هو أكنه يعني سيكولوجيا مخكم بيترجموا على إنه أذى جسدي. وعشان كده في ناس بتتضايق جدا وبتكتئب جدا لما حد بيبعد عنها، وعشان كده هو سلاح ذو حدين. وأنا مش بقولكوا تستخدموه بطريقة وحشة، بس بقولكوا لما حد يبقى بيأذيكوا نفسيا خلاص تعملوا كده، لانه مفيش حل تاني غير ان انتوا ما تقولوش حاجة، الصمت، وتبعدوا عن الشخص ده خالص، تختفوا من حياته. لكن برضو بقولكوا انكوا تخلوا بالكوا لما انتوا تبقوا ما اذيتوش حد وفي حد بيحاول يستخدم السلاح ده ضدكم عشان يسيطر عليكم. فلازم يبقى عندكوا وعي وادراك بالتكنيكس دي، وهي بتشتغل ازاي عليكم او بتعمل ايه فيكم. طب وافرق ازاي؟ لازم ان انتوا يبقى عندكم وعي وتشوفوا انتوا فعلا غلطتوا، هل الشخص ده فعلا يستاهل الاعتذار، ولا هو بيمارس الضغط ده عليكم عشان برضو يخليكم تروحوا تعتذروا وانتوا مش غلطانين. في فرق بين ان انتوا فعلا تبقوا ضايقتوا حد فهو واخد مساحته بيحاول ان هو يرجع تاني يبقى كويس، وبين ان انتوا تبقوا مغلطتوش في حد بس هو اللي بيتلاعب بيكم وبيحاول ان هو يسيطر عليكم وعلى افكاركم ويخليكم تروحوا تعتذروا له. هديكوا دلوقتي 3 نصايح عملية علشان تقدروا تتعاملوا مع الناس دي وتقيموا الموقف فعلا صح ولا غلط. اول حاجة هتلاقوا ان الناس دي ما بتعمل التكنيكس دي بتستخدمها عليكم بتبقى مواقف متكررة، مش حادثة فردية، مش مرة مثلا، لا ده نمط عندهم، كل مرة بيستخدموا نفس الحاجات اللي بيعملوها عليكم. لازم ان انتوا اول لما حاجة تحصل حاولوا ان انتوا تكتبوها، حتى لو على الموبايل بتاعكم اكتبوا انتوا حاسين بايه وايه اللي حصل بالظبط، علشان لما حد بعد كده يجي يقولكوا لا انت كنت فاهم غلط او لا ده انت اللي حساس، اقروا الكلام المكتوب وقيموه كشخص طرف ثالث. حطوا مشاعركم على جنب واقروا الموقف وحاولوا فعلا تشوفوه، هل فعلا الشخص اللي كتب الكلام ده هل فعلا حساس بزيادة؟ هل هو فاهم الموقف غلط ولا لا الشخص ده عنده حق؟ تاني نصيحة انه لما تلاقوا حد متسرع قوي ان هو يقرب منكم لازم تخلوا بالكم، لانه الثقة بتتبني بالمواقف وبالوقت وبالتعاملات مع الناس. مفيش حد كده مرة واحدة هيجي وتلاقوا ان هو بيحبكوا فجأة وعايز يخليكوا كل حاجة. غالبا الشخص ده عايز منكوا حاجة، فتخلوا بالكم. ما تدوش للناس ثقة على طول، خلوا الناس هي اللي تكسب ثقتكم. ادوا للموضوع وقت، قيموا المواقف، فكروا في المواضيع اللي بتحصل بينكم، وشوفوا الشخص ده فعلا يستاهل الثقة قبل ما تديهاله ولا لا، على المدى الطويل وبدون تسرع. ثالث حاجة ركزوا هو مين اللي بيعتذر على طول. لو انتوا الشخص اللي دايما بيعتذر وبيطلع غلطان يبقى في حاجة غلط، ولو الشخص التاني برضه هو اللي على طول بيعتذر وبيطلع غلطان، برضه قيموا نفسكم. يعني شوفوا هل انتوا من الناس اللي بتعمل اي تكنيك من التكنيكس دي من غير يعني بدون وعي ولا لا، لانه دايما حطوا يعني احتمالية انه طبعا عادي وارد ان احنا اللي نكون غلطانين، بس خدوا وقتكم وفكروا في الموضوع كويس علشان ولا تظلموا نفسكم ولا تظلموا حد تاني معاكم. ببساطة انا مش بقولكم تجنبوا الناس، بس بقولكم خلوا عندكم وعي عشان لما الحاجات دي تحصل تبقوا قادرين تسموها،
قادرين تدولها اسم وقادرين تعرفوا هو اللي بيحصل ده اسمه ايه بالظبط وبيأثر عليا ازاي، عشان ساعتها انتوا هتقدروا تقيموا اي موقف صح، ولا انتوا تظلموا حد ولا حد يقدر ان هو يظلمكم. وفي الاخر اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو ما شفتوش الفيديو التاني بتاع الذكاء الاجتماعي شوفوه عشان مرتبط بالفيديو ده، واشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.